السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ربنا يعيده علينا وعلى كل الناس يا رب في اليمن والخير. النهاردة بإذن الله تجهيزات بقى رمضان والحاجة غالية. أنا أوريكم كذا حاجة كده في التجهيزات في الأول، لكن أنا هعمل لكم مشروبات لرمضان. كل يوم تقولي هعمل هشرب ايه هشرب ايه. أنا هقولك مشروبين مختلفين ومش كل الناس بتعملهم. أدي التمر الهندي، شايفين؟ ده تمر هندي بتاع أسوان، بيتباع عند العطارين وفي كل حته. في منه اللي هو الكور كده، في منه الكور، وفي منه حبايبي اللي هو القالب العادي ده. فانا حاطه هو 3 كور، وانا هعمل كميه كبيره. عايز تعملي كميه قليله عادي، حطي على قد المقدار اللي هتعمليه. وده برضو مشروب هيبقى حلو قوي. مشروب الدوم المجروش اهوت. هوريكي بطريقه حلوه بنعمله ازاي كمشروب. هنقول بسم الله، واول ما هنبدا في التمر الهندي. طبعا ده حاجة طبيعية وجميلة جدا ومغذية ولها فيتامينات رهيبة، عكس بقى التمر الهندي اللي هو المكسبات طعم والألوان الصناعية والكلام ده كله. ده طبعا مش تمر هندي الطبيعي اللي احنا بنشربه. أول حاجة هعملها، طريقته سهلة جدا. أنا هعمله مركز وهقولك، يعني عاملة كمية كبيرة عشان أحطه في إزازة ونشربه في أي وقت مركز. هجيب مية سخنة بالمنظر ده، وهحطها هملة الحلة كلها مية سخنة لغايه اما اغطي التمر الهندي. وهقولك هعمل ايه. وحبايبي حطيت ميه بتغلي عليه، وهسيبه كده لمده يعني ساعه 2 3 كده لغايه الميه ما تبرد. وهلاقي الكور دي كلها فكت وكل التمر الهندي فك معايا. هحط يغلي غلوتين على النار، وهقولك هعمل فيه ايه تاني. وحبايبي بعد ما نقعته ساعتين كده 3، اهو شايفين، هروح ايه هغلي عليه شويه، هخليه يغلي غلوتين 3، يخرج كل اللي فيه. يعني سيبيه يغلي كده لغايه اما تحسي ان التمر هندي داب معاكي. هحطه ربع ساعه كده وهاجي اوريكي النتيجه ايه. وحبايبي شايفين انا نقعتها، ابتدت الكوره زي ما انت شايفه كده. الكوره هي بتبتدي تتفتفت معايا لانها تبقى ناشفه جدا. ده التمر الهندي بقى الاصلي بتاع اسوان، موجود في كل حته. او التمر الهندي اللي هو اللي زي كده، شايفه اهي. انا بس عملت 3 ساعات كده، نقعته في ميه مغليه. خلاص هسيبه يغلي بقى لغايه اما احس يخرج خالص. هوريكي انهي مرحله هطفي عليه. وحبايبي شايفين بيغلي ازاي؟ شايفين بقى مركز خالص، وكل حاجه فيه اتهرت خالص. يعني شايفين ايه بقت بالمنظر ده؟ اهي بقت ماهيه خالص كده، على اساس ايه؟ ما سيبش فيه اي محتوى التمر هندي. انا كده عاملاه مركز وتقيل عشان بعد كده هزوده براحتي. هعمل خطوه تانية عشان تديني لون حلو قوي للتمر هندي. كده هيبقى بني فاتح. مش هديله بقى اعمله زي العناب. هحط له معلقتين 2 كركديه. وحبايبي خلاص انا كده هطفي عليه. قبل ما اطفي عليه هحط المعلقتين الكركديه، معلقتين 2 اهما، وهطفي عليه. خلاص كده ههديه لغايه اما يبرد خالص. وهقولك بعد كده هعمله بقى مركز ازاي، وهقولك هستخدمه ازاي في التقديم. اهو حبايبي شايفين ادي اللي ابتدى يقصر كده، يعني ايه، يتقل وكله يعني خلاص كله اتعمل مع بعضيه. هحط عليه في حدود نص كيلو سكر او اكتر. انا هعمله مركز وتقيل. وبعد كده في الاستخدام بقى تقدري تزودي الميه اللي انت عايزه تزوديها. انا هحطه كده بس ايه، اهو يغلي السكر غلوتين 3 سكر كده. شايفين اهو؟ شايفين عامل ازاي؟ اهو شايفين بالمنظر ده اهو حبايبي. اهو يغلي بقى السكر ويدوب كده، وهبتدي اصفيه. بس السكر يدوب شويه بسيطه. اهو تمر هندي مركز وتقيل وفي منتهى الجمال. تعبيه بقى وتحطيه في ازايز، وهقول لك الخطوه التانية ايه. وحبايبي ادي التمر هندي، حطيت له السكر. حطيت له في حدود قد ايه سكر؟ لان انا عامله كميه كبيره. حطيت له في حدود كيلو الا ربع سكر. هيبقى مركز وهيبقى عصير تمر هندي مركز اهو بالمنظر ده. شايفين اهو؟ شايفين جماله اهو؟ جميل جدا وطعمه تحفه. تمر هندي بلدي بقى تشربيه. هتعملي عصير، عايزه تشربيه بارد اشربيه ساقع متلج، هيبقى تحفه على في رمضان.
عايزه تشربيه وعندك برد وكده وتسخنيه كمشروب، هيبقى في منتهى الجمال للكحه وللبرد والكلام ده. حاجه طبيعيه وفي منتهى الجمال. هصفيه بقى يهدى شويه، وهصفيه وهوريهولك بقى مركز ازاي وهزوده ازاي. وحبايبي ادي التمر هندي اتعمل اهوت وبرد. هتصفيه بقى، هقولك هصفيه ازاي. ممكن اديله ضربتين بالهاند ميكسر كده. هو حبايبي ضربته ضربه بسيطه كده، انا عاملاه زي ما انت شايفاه كده مركز وتقيل جدا اهو. هصفيه كده، وبعد كده بقى تزوديه في اي وقت تزوديه اهو. نازل مركز وتقيل خالص خالص اهو، شايفه؟ عايزه تزوديه زوديه، بس انا عايزاه مركز مش عايزاه خفيف قوي. هصفي كل الكميه دي وهوريها لك. هصفيها كلها وايه وهوريها لك اهو بالمنظر ده. هصفيه كله كده. ملاحظين ان هو تقيل شويه، ممكن تخففيه بحبه ميه صغيرين مفيش مشاكل، بس انا ايه مش عايزاه خفيف قوي، عايزاه استخدمه مركز واحطه في ازايز اهو دوت بالمنظر ده. طالع البذر والحاجات اللي فيه اهو. هصفي بقى كله بالمنظر ده كده، ويبقى تقيل ومركز كده، شايفين؟ وده حبايبي حبه اللي طلعوا بقى من بعد ما صفيت، هروح اعمل ايه؟ هحط عليهم يجي كوبايه سكر كده بالمنظر ده. انا مش عايزه اهدر اي حاجه فيها ايه، حاجه بسيطه من اللحمه او اي حاجه. هدعكها كويسه، واحط عليها كوبايتين ميه وبعدين اصفيها. يبقى خدت كل العصاره اللي فيها، هدعكها كده مع بعض دعكه كويسه اهي. الحاجات اللي فاضله شايفين اهي. هتديلك بقى بالسكر كده دعكها دعكه حلوه خالص، احط عليها كوبايه مج ميه كده بس، وبعدين اصفيها عشان اسمي خدت كل الايه العصاره اللي موجوده في اخر حته فيها لحم في التمر هندي. انا هدعكها بالسكر واحط عليها كوبايه ميه وهصفيها. حبايبي اديني صفيته وشايفين بقى مركز ازاي، تقيل خالص ومركز، شايفين؟ اه السمك ده. هعمل ايه عشان انا صفيته وحطيت ايدي، وعشان اعقمه يقعد معايا 10 12 يوم في التلاجة ما يجرالوش حاجه. لازم اغليه، لان انا زودته وحطيت في ايدي وكده يعني، فلازم اغليه تاني واطفي عليه. وبعد ما يبرد يغلي بس غلوه واحده بس كده، احس ان كله غلي. هعبيه في الازايز وهفرزه واحطه بقى في التلاجة. وحبايبي خلاص كده برد، خلاص برد. بعد ما يبرد خالص هعبيه في ازايز اهو. شايفين السمك زي ما قلت لك اهوت السمك بتاعه، شايفين سمكه عامل ازاي تقيل ازاي اهو. سمك تقيل بالمنظر ده. انا بحط معلقتين 3 كده في الكوبايه وازود عليه الميه الساقعه، في سكر وفي كل حاجه. هعمل كده وهعبيه بقى ايه في الازازه بالمنظر ده كده. عبيته في الازازه كده، واحطه بقى في التلاجة لغايه ما اجي اقدم، وهوريكي برضو هقدمه ازاي. ده تمر هندي بقى مركز، طعمه تحفه والله. هو علاج، التمر الهندي ده معروف ان هو علاج. مش هجيب بقى مواد حافظه وحاجه اهو بالمنظر ده كده. هعبي بقى الازازه التانية وهوريكم، واقفلها كده واحطها في التلاجة. انا عقمته كل حاجه اهو زي الفل، ولا مواد حافظه فيه ولا اي حاجه، على التقديم بس كده على طول. بالنسبه بقى ده الطعم الهندي كده خلص، وهوريكي هعمله ازاي. وادي اللي انا قلت لك عليه اللي هو بسم الله ما شاء الله، معلش، تمر هندي. وده الدوم المجروش. شوفي انا شغلته قعدت اعمل فيه لغايه ما اوصل مرحله الزق اهو كده، بقى مكرمل وطعم حلو خالص والله. طعم الصوص بتاعه ده تقيل وفي منتهى الجمال. برضو نفس النظام هصفيه. وحبايبي شايفين اديني غسلته اهوت. الدوم مجروش اهوت. ممكن دوم مجروش، ممكن دوم برضو ايه ناعم، بس المجروش بيتعمل بالطريقه دي. اي مقدار دوم هتقولي دوم قد ايه اعمال ده في حدود 3 كوبايات دوم ماشي. اجي ربع كيلو هحط عليه كوبايتين سكر. السكر ايه يعني مش اهو بالمنظر ده كده.
حطيت عليه كوبايتين سكر، هوطي عليه بس وهقلب. انا هكرمل الدوم ده بالسكر اهو، خليه كده لغايه ما يكرمل السكر في الدوم. ادي قلبت اهو يا جماعه، شايفين؟ عشان اكرمل السكر ده مع الدوم. واقول لك الطريقه التانية ايه، والله شربته مشروب. هو الطريقه دي مش يعني شربته من واحده سويسيه من السويس، جوزها كان مريض ضغط وكده، ومشروب حلو عملته لنا كلنا. قالت لي نكهته وطعمه تحفه قوي. فالطريقه دي في منتهى الجمال، عكس بقى ما بتنقع الدوم انت وتشربوا ميته، مش هيعجبك طعمه. الطعم ده عجبني جدا، وهوريهولك بعد ما يخلص. دقيقتين 3 بس كده على النار. انا موطيه النار عشان الحله سلسين ما تتحرقش، وهقلب كل شويه. شايفين يا حبايبي؟ اهو ابتدى السكر بيتكرمل. هفضل اقلب فيه كده لغايه ما احس السكر ساح خالص وبقى كراميل. شايفين؟ اهو. تعملي انا بكرمل السكر مع ريحه الدوم، عاملين ريحه حلوه قوي. لما بقى احس السكر مفيش خالص وصح خالص، هضيف عليه ميه سخنه. اهو حبايبي شايفين لونه بيكرمل، ما تخليش لونه يتحرق، يعني لونه يبقى مكرمل كده، يبقى لونه جميل. بس اهم حاجه احس ان الحبيبات بتاعه السكر كلها دابت. دقيقتين كده وهطفي عليه، وهزود الميه برده، هوريكي المرحله اللي اوصل ليها ايه. وحبايبي شايفين خلاص اتكرمل كده خالص كده، هضطر احط له ميه دافيه. زي الفل. هخليه بقى يغلي لمده احس اني خدت كل حاجه فيه، يعني ربع ساعه تلت ساعه، يغلي غلوتين 3 واوطي عليه واغطيه واسيبه بقى يعيش مع نفسه. هتاكلي تشربي مشروب دوم، ريحه دوم وطعم كراميل في منتهى الجمال، لان انا شربته عجبني جدا. دي طريقه يا جماعه سويسيه، حد من السويس مع يعني قال لي على الطريقه بالظبط، وانا عملتها زي ما قال لي بالظبط، تدي نتيجه في منتهى الجمال. اهو بصي لسه عامل زي. هستنى بقى لما الدوم خالص يخرط خالص، هوطي عليه وهسيبه لما احس بقى ان الدوم كل العصاره اللي في الدوم خلاص اتعملت. طبعا هيفور وتعمل عشان فيه سكر، لا هوطي عليه اهو. هسيبه كده وهغطيه واوطي عليه، ولغايه اما احس بقى يعني يعدي كده ربع ساعه وهنيجي نشوفه عمل ايه. اهو حبايبي هديت النار خالص، واسيبه كده بقى مع نفسه واغطيه وربع ساعه وهاجي اشوفه. وده حبايبي بقى خلاص كده خلص. هطفي عليه ادي الدوم اهوت، خلاص كده انا مغطيه عليه وخلاص، يعني هو كده يعني اتنقع كل حاجه فيه نزلت. هطفي عليه وهبتدي بقى اصفيه، اما يبرد خالص انا هصفيه. بعدين طفيت عليه حبايبي، وهقول لك انا هعمل فيه ايه تاني، هصفيه وهوريهولك. وحبايبي الدوم هتصفى كده اهو. انا مش مزوداه كتير، انا عاملاه مركز يا جماعه ومكرملاه. هو كده مركز خالص، وهصفي فيه خالص كده لغايه ما يصفي خالص. هجيب طبق بقى احط بقيه الكميه عشان اصفي كله. وده حبايبي بعد ما صفيته، شايفين اهوت، بعد ما صفيته بالمنظر دوت. عايزه بقى تشربيه على طول اشربيه، عايزه تعيني عامله كميه وعايزه تعينيها هتقعد عندك كام يوم، يعني اغليه زي ما وريتك برضو، ادفع عليه يبرد تعبيه. انا برضو غليته لان انا عامله كميه مش هتشرب النهارده، هتشرب على يومين 3. والله جميل جدا الدوم ده، طعم مكرمل تحفه، حلو لمرضى السكر في منتهى الجمال. بس معلش من مرضى الضغط. مشروب طبيعي وجميل جدا، اي حد يشربه تعبان مش تعبان، يعني طعم دوم تحفه من الاخر. اهو ادي الدوم وادي التمر هنج. هجيب بقى الكاسات وهقولك انا بستخدمه ازاي. وحبايبي هقولك بقى التقديم بتاعه ازاي. ده بالنسبه للتمر هنج اهوت، تقيله في منتهى الجمال زي ما قلتلك،
وفيه سكر وفيه كل حاجه. عايزه تحطي سكر تاني زياده حطي، بس هو معمول مركز. شايفين اهو، معلقتين اتنين كده بس. وتزودي عليها ايه الميه اهو. شايفين تحفه اهو. تمر هندي جاهز، لان هو مركز على فكره وتقيل جدا. بالهنا والشفا للي يشرب. والتاني الدوم برضو في الازازه كده، باجي اقدم منه، هقفل الازازه الاول وبعدين برجها كده. شايف هو تقيل ومركز، ده تقيل ومركز. هتحطي برضو حبه كده. والله الدوم ده جميل جدا لمرضى الضغط، ومكرمل وطعمه تحفه. شايفين اديني حطيت حبه صغيرين اهوت، وهزودهم ميه بقى بتلج، ميه مثلجه حسب ما انت بتحبي، والسكر حسب الرغبه. بس هو مسكر على فكره، لان انا عاملاه مركز. طعم بقى دوم مختلف عن الدوم اللي انت بتشربيه، كراميل. والله طعم الكراميل اللي فيه تحفه. شايفين حبايبي، مشروب سهل وموجود عندك تحطيه في التلاجة، وحاجه طبيعيه بدون مواد حافظه ولا حاجه انت جايباها من السوق مش عارفه ايه مصدرها، مصدر بيع. لا دي حاجه طبيعيه. وانا صاحبتي وحبيبتي برضو في ادفو بعتالي اهم حاجه في رمضان. وحبايبي شايفين الدوم طعمه شكله جميل ازاي. والله طعمه مكرمل وفي منتهى الجمال، تحفه بالاخر. وادي التمر هندي مركز وجميل جدا. حاجه بقى صحيه وحاجه تاكليها، يعني تشربيها في الفطار. بتشربي مشروب صحي ليكي والاولاد، بدل ما تجيبي حاجه في قلبها مواد حافظه وانت مش عارفه مصدرها ايه او حاطين عليها ايه. شايفين الجمال. عايزين بقى لاي حد، اي حد بيشرب الحاجات دي، انا اولادي بيحبوها وكلنا بنحبها. واللي عنده ضغط برضه بيطلب مني المشروب ده واعمله له برضه في منتهى الجمال. عايزاكم حبايبي كل اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك ولايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.